الخوف من الفشل. كذا حد بيقعد يبعت لي انا عايز اعمل حاجه بس خايف. انا عايز اتعلم كذا بس خايف، عايز افتح شركه بس خايف اخسر، عايز اسيب وظيفتي بس خايف ما الاقيش شغل. خايف 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 خايف. طيب، كل الناس اللي اجمعت على الخوف، واحنا كبشر عموما غريزه فينا اللي احنا نخاف، تمام؟ ما بيتحركوش خطوه، ما بيعملوش حاجه. وانت خايف تعمل حاجه عشان هتفشل؟ هو مفيش حد فينا اتعلم المشي من غير ما يقع، هي في سنن كده. فلو حضرتك عايز تنجح في حاجة لازم في الأول يبقى في سقطات، لازم يبقى في خبطات، تمام؟ فلو انت الخبطة دي هي اللي هتوقفك ان انت تعمل حاجة، عمرك ما هتتحرك من مكانك، بالظبط زي المعادلة دي، تمام؟ لو انت قررت ان انت مش هتعمل الحاجة دي خوفا منك انك تفشل، فانت قررت ان انت 0% هتعمل الحاجة دي و100% مش هتعملها. اذا حضرتك كده اخترت رقم زيرو في الكيس دي. طيب، لو انت قررت تاخد اكشن، حلو كده، عندك 50% ممكن تنجح، 50% ممكن ما تنجحش. يا ترى ال50% اكتر ولا الصفر؟ كون انت فكرت، وقفت مكانك، انا خايف افشل، فاخترت النسبة اللي هي 0%، ده فشل في حد ذاته. معرفش انت رديت على نفسك كده ازاي. انما لو انت قررت اللي انت تجرب وهتتعلم وتجرب وهتتعلم، ونسبتك في البداية خلينا نقول 50-50، فانت طبيعي ال50 اكتر من الزيرو. كون اللي انت ما خدتش خطوة خايف انك تفشل، خلاص انت محقق 0%، انت مش هتعمل اي حاجة. كون اللي انت اخدت خطوة حتى لو بنسبة 10%، هتقع وتتعلم وتاخد خبرة اكتر، في ال10 تبقى 20، تبقى 30، تبقى 40، لحد ما توصل للي انت عايزه.